زي النهارده يوم 26 رمضان حصل ايه؟ تعال اقول لك. العودة من غزوة تبوك في رمضان 9 هجرية الموافق 5 من يناير عام 631 ميلادية. عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك التي تخلف عن حضورها بعض الصحابة، وحينما عاد النبي دخل المسجد فصلى واعتذر من اعتذر. وفاة ابن خلدون رائد علم الاجتماع في 26 من شهر رمضان سنة 808 هجرية الموافق 16 من مارس عام 1401 ميلادية. توفى العالم الموسوعة ورائد علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون، الذي تعد بحوثه ودراساته سبقا في كثير من العلوم والفنون كالتاريخ والسيرة الذاتية والدراسات التربوية وغيرها. محاولات المسلمين لفتح فرنسا في مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 114 هجرية، حاول بعض قواد الجيش الإسلامي التوغل إلى فرنسا، فكانت أولى المحاولات محاولة السمح بن مالك الخولاني أورونوس يتولى حكم الإسكندرية. أصدر السلطان العثماني سليم الأول في مثل هذا اليوم من شهر رمضان لعام 923 هجرية قرار بتولي اسكندر أورونوس حكم الإسكندرية، إقامة أول صلاة جماعة في بلجارد. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 927 هجرية للعام الميلادي 1521 ميلادية استسلمت مدينة بلجراد بعد حصار الجيش العثماني بقيادة الوزير بير محمد باشا، وبعد مؤازرة من السلطان العثماني سليم القنواني، وأقيمت فيها أول صلاة جمعة. توقيع معاهدة اسطنبول. وقعت الدولة العثمانية في مثل هذا اليوم من شهر رمضان لعام 1021 هجرية معاهدة اسطنبول مع الدولة الصفوية لإنهاء الحرب التي استمرت بينهما 9 سنوات. بس كده، ده برنامج حدث تاريخي حصل في رمضان. لو وصلت لحد هنا شكرا، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفولو وتقولي رأيك في كومنت. سلام.